هاي يا جماعة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست يعني إيه لازم. وطبعا يعني انتوا زي ما انتوا شايفين أنا النهاردة جاية كاجوال، بس ما تفتكروش إن أنا جاية كاجوال بالقصد. هو أنا جاية كاجوال صدفة، لأن أنا كان عندي بلان. يعني كنت رحت أشوف ناس صحابي وبعد كده أساس إن أنا هروح البيت هغير وبعد كده هاجي. بس ما حصلش ان انا روحت البيت، فشكرا جدا عشان صحابي اللي اخروني which يعني ادى لهذه النتيجه ان انا جايه لكم كاجوال. ف محتاجة إن تقولي لي الله شكلك حلو و... وعادي وقمر برضه ومفيش أي مشاكل. فدي أول حاجة. تاني حاجة I'm testing كده، يعني سنس إن إحنا already الفايب بتاعتنا ناتشرال وإن إحنا ما عندناش انتوا خلاص بقيتوا أهل. فخلاص يا جماعة يعني احتضنوني بكل الصور والأشكال. بلس بقى إن موضوع النهاردة يعني حلقة النهاردة على حاجة related للبسي. أوكي، بس قبل ما أقول لكم بقى على موضوع النهاردة عايزة أقول لكم إن أنا لسه في استوديو، بس المرة دي الفايب مختلفة شوية عشان قلت هغير الموضوع شوية. يا جماعة والله العظيم أنا عندي إيشو في الموضوع إن أنا أصور في البيت ولا أصور في استوديو، لأن أنا وقفت بقى في مفترق طرق. إن أنا الفترة اللي أنا صورت فيها في استوديو عجبني بقى، عجبني الاوتبوت وعجبني المنظر العام واتبسطت. فدلوقتي عايز نفسي كده ان انا ارجع لما قبل الاستوديو. فبحاول بقى ان انا افرك ان انا اخلي الموضوع از هومي واز كوزي واز نور از بوسيبل. فايه استحملوا معايا، انا ما اعرفش احنا رايحين فين بس استحملوا. تمام تمام. موضوع النهارده يا جماعه على موضوع فيري يعني عندي كتير اتكلم فيه. ماشي، وريليتد للبسي زي ما قلت. فموضوع النهارده اسمه يعني ايه لازم احب الجيم ولا اسيبه هو يحبني. يعني ما مش عارفين. تمام، فبنتكلم النهارده يا جماعه على موضوع الجيم وازمات الجيم والكلام ده كله، وانا لابسه سبورتي ماشي مع الاحداث. اوكي، ارحبوا معايا بحسن الاسمر. هنعرف كمان شويه ليه اسمه حسن الاسمر. وده وقع حسن الاسمر حسدناه. وده انا وانتي وانت وسوسو وكوكو كلنا. تمام، هنفهم دلوقتي بقى ايه مين حسن الاسمر واحنا بنعمل ايه في الموضوع. كم مره عزيزي محمود وعزيزتي حنان دفعتوا اشتراك جيم ورحتوا مرة 2 في التالتة وبعد كده ما روحناش؟ كم مرة الجيم كان تحت البيت حرفيا وما نزلناش؟ بكم مرة نزلنا الجيم فعلا ولقينا وحوش في الجيم وعاش وحش وبيشيلوا حاجات عجيبة غريبة الشكل والألوان ورحنا قايلين في عقل بالنا يعني هو يعني هما بيعملوا ايه الناس دي، من جايين من انهي كوكب البني ادمين دي وانا ايه اللي جابني هنا اصلا. جماعة يعني احنا لازم نبقى فاهمين ان في ناس اول مرة تتحرك في حياتها وهي عندها مثلا 30 سنة. يعني في ناس ما كانوش حياتهم رياضيين ولا بيتحركوا ولا بيروحوا الجيم، واخرهم هو إيه، ان هم بيتمشوا من العربية لحد البيت ومن البيت لحد بس. في ناس ما اتحركتش في حياتها. في ناس اساسا لقوا نفسهم بعد فجأة، بعد جواز، بعد شغل مكتبي، بعد كرش، بعد أكلة ممبار، بعد محشي، بعد كل الكلام ده فجأة لو نفسهم مضطرين يتعاملوا مع وزن زياده وخلاص. ما احنا بقينا تخان ولازم ننزل الجيم. فجأة الميتابوليزم ابتدى ما يبقاش ميتابوليزم، يعني ابتدى ما يبقاش ميتابوليزم طبيعي. ابتدى بعد ما كنا بناكل مكرونة 4 مرات في اليوم وما بنتخنش، لان احنا لو شمينا ريحة المكرونة اصلا نتخن عادي. راح فين الميتابوليزم؟ احنا ما نعرفش راح فين الميتابوليزم. ولا الميتابوليزم مش بيزيد بالمشروب الاخضر. سوري يعني احترموا برضو ان انا من ميديكال ما ينفعش. ما بيزيدش بالمشروب الاخضر يا جماعه. ده هري سوشيال ميديا. تمام. جماعه الناس بقى الرفيعين، معلش اسمحوا لي بقى علشان احنا مش هنتكلم عليكم النهارده. تمام. الناس دي بقى كلنا بمختلف اسبابنا للنزول في الجيم، سواء كانت اسبابنا ان احنا نخس، اسبابنا ان احنا نشوف الركب اللي حصل لها ايه. 30 عندنا 30 سنه وعادي عندنا خشونه في الركب عادي. عندنا 30 سنه ومش عارفين نطلع السلم وبننهج ومش عارفين نشيل اكياس السوبر ماركت عادي، وملاش علاقه بالسن. كلنا بمختلف اسبابنا
اللي ممكن يكون منها ان احنا عندنا خناقات في البيت مش عارفين نهرب منها باي مخرج، فبننزل الجيم برضو. كلنا بقى بنجتمع كده كلنا وبننزل نلاقي نفسنا في جيم واحد. تمام، بنلاقي نفسنا بقى في جيم واحد ويلا بقى يلا بقى طه، يلا بقى طه وريني الباي، وريني التراي، وريني بقى عضلاتك بقى، وريني انت بتعرف تشيل لحد كام. يعني باي وتراي ايه يا باشا؟ انا جاي اخس. هم قالوا لي ان الدهون بتنزل عندكم هنا. ايه بقى باي وتراي ايه بقى باشا؟ انا ما اعرفش بقى. هم قالوا لي روحي الجيم عشان تخسي بس كده. ايه بقى بيخسوا ازاي عندكم بقى هنا؟ تخش انت بقى انت الجيم، يقول لك بص وراك كده، كوتش كده يقول لك بص وراك. طب انت باصص وراك تلاقي مين؟ تلاقي صديقك حسن الاسمر، ده شاب في مقتبل العمر، شايل بار، انا اعتبر ان هنا في بار، شايل بار بتاع 100 كيلو. وهو اصلا حسن الاسمر ده 100 كيلو لوحده، وهوب يرفع البار والترخ ينزل بيه على الارض وكلهم يسقفوا له برافو برافو كوتش حسن ومعرفش ايه. تبص كده تبص لحسن ده وتقول هو حسن ليه ده مش رفيع؟ هي مش الناس بتيجي الجيم عشان تخس؟ ازاي حسن ده تخين كده والناس بتقول له برافو؟ فين يا جماعه اللي انا عايزه اشوفكم كلكم رفيعين، انا جاي اخس اصلا. انت بقى يا عيني مش عارفه انتوا شايفين الراجل ده؟ انت بقى يا عيني قاعد جالك ارتجاج في المفاصل بعد ما شفت حسن الاسمر والبار اللي وقع، جالك ذهول في خلايا عقلك. ايه الناس دي؟ ايه المجتمع ده؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ وانكمشت كده في نفسك، وقلت انا عايزه اروح البيت. يا عيني بص، يا عيني يا عيني بص، مش لاقي نفسه مع حسن، يعني مش عارف اساسا يعني يعيش حياته ازاي. فانا اتضحك عليا. وهنا بقى تكتشف الصدمه. ايه بقى الصدمه اللي احنا بنكتشفها؟ ان الناس مش بتروح الجيم عشان يخسوا. نو absolutely. الناس اساسا بتروح الجيم في تجوع، يعني هما بيجوعوا لما بيروحوا الجيم، فبقوا عايزين يروحوا ياكلوا دراع اخواتهم. هو اصلا الجيم بيجوع حضرتك اصلا. هو الجيم انت تروح كده انت بتبقى جعان وعايز تروح تاكل. اللي بيخسس يا عزيزي هو حاجه اسمها عجز سعرات. يعني ايه بقى عجز سعرات؟ يعني ان احنا ما ناكلش كتير، يعني كده بالعربي كده بالعامي، ان احنا عندنا عدد سعرات معين في اليوم ناكل اقل منه. لو عملت عجز السعرات ده وانت نايم في بيتكو وانت قاعده على الكنبه هتخسي، حتى لو ما شميتيش ريحه الجيم اصلا. يعني ده اساسا. فلو عايزه تخسي يا حنان او عايز تخسي يا استاذ محمود، وفر على نفسك واقعد في بيتك اعمل عجز سعرات. ولو الكونسبت ده اصلا مش in your back mind ومش جايالك الفكره، فوفر فلوسك بليز واقعد خس الاول. يعني نخس الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه بقى في الجيم. تمام؟ انت هتروح الجيم يمكن جسمك ياخد شكل يمكن مودك يتحسن يمكن هتعملي صحاب جداد يمكن بس هنروح بقى نعمل فورمة الساحل في 24 ساعة. هنروح بقى نقارن نفسنا بناتالي اللي اساسا بتاكل وتشرب وتنام في الجيم وما بتعملش حاجة في حياتها غير انها بتتمرن. هنروح بقى نتخيل ان احنا هنبقى بيج رامي على اخر الاسبوع. دي كلها حاجات مش واقعية. وده ينقلنا لموضوع غاية في الأهمية، ألا وهو هي ليه الناس بتبطل؟ ولا مش التبطيل بتاع التاني، لا ليه الناس بتبطل؟ ليه الناس بتروح الجيم وبعد كده تقول لا ده مش كاري، ترجع البيت عادي وننسى بقى اشتراك الجيم وننسى الكلام ده؟ ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ وانا يا باشا انا مش جايه انظر، والله العظيم انا جايه يوزر زيك وزيك وزينا كلنا. انا مش كوتش ولو مؤاخذه معلش الكوتشز اللي يعني خاصه الكوتشز اللي يعرفوني شخصيا بليز ما تزعلوش بقى من الحلقه دي، عشان انا يوزر at the end of the day.
انا في السايد التاني بتاع اليوزرز، مش كوتش انا. تمام، فانا مش جايه انظر، انا جايه انقل لكم حقيقه الموضوع. تمام. الاحصائيات كلها قالت ان 50% من الناس بتبطل رياضه خلال اول 6 شهور، وفي الجيم تحديدا، يعني في انفايرمنت الجيم تحديدا نسبة كبيرة جدا من الناس بتختفي بعد 4 ل 8 أسابيع. يعني المشكلة مش فيك يا عزيزي، يعني هي إحصائية عالمية، فلا هي المشكلة مش فيك. تمام. طيب مين بقى الناس معلش أستاذ محمود استنانا هنا، اللي قاعدة جنب حسن الأسمر مضايقاك فممكن تقعد هنا. تمام. فالموضوع مش حاجة شخصية، ولا الموضوع بسببك أو بسببك، لا هو الموضوع حاجة عالمية. طب مين بقى الناس اللي بتكمل؟ مين الناس اللي بتقدر ان هي تكمل في الجيرني بتاعتها بتاعت الجيم دي؟ ابحاث من American College of Sport Medicine قالت ايه؟ قالت ان الناس اللي بتكمل هما كذا انواع من الناس. اول ناس هما الناس اللي مش رايحين الجيم عشان شكلهم، مش رايحين الجيم عشان يعملوا شكل معين. اما رايحين الجيم يعملوا ايه؟ باشا انا رايح دافع فلوس عشان اخس يا باشا، انا رايح الجيم عشان اعمل فورمه الساحل والسكس باكس، عشان لما انا ابقى على البيتش في الساحل. يعني لو ما عملتش كده، لو انت ما اديتنيش 6 باكس على اخر الاسبوع، انا مش لاعب. لا هي 6 باكس دي ما تعملهاش بقى في الجيم، احنا بنعمل احنا عندنا لازم نفس طويل. الناس اللي بتكمل هي الناس اللي ما عندهاش هاي اكسبكتيشنز في موضوع الشكل، الناس رايحين علشان يتبسطوا، ناس رايحين علشان الاحساس اللي بيجي لهم بعد ما بيروحوا الجيم، وده مش هنقسم بالله ما انا دي الاحصائيات. طب مين الناس التانيين؟ الناس التانيين هم اللي بيبدأوا ايه؟ واحدة واحدة. مش انا بطة بلدي قاعد على الكنبة طول اليوم بتفرج على مسلسلات بس، لان انا هنزل وهلبس الطقم انزل الجيم 6 مرات في الاسبوع، ومرة سباحة. يعني هنزل جيم كروسفيت 5 مرات 6 مرات في الاسبوع، واليوم السابع هنزل سباحه، هجري الصبح وهلعب كروسفيت بالليل، وبعد كروسفيت هلعب ويت ليفتنج قبل ما انام، هتعشى كروسفيت وافطر ويت ليفتنج. لا يا باشا، الناس دي هي اللي بتكراش على طول. انما الناس اللي بيبتدوا واحده واحده، الناس اللي احنا هنبتدي مره في الاسبوع، مرتين في الأسبوع، ثم 3 في الأسبوع، ثم هنوع. لو هبتدي أشيل وزن صغير وأقعد عليه، وبعد كده أشيل وزن أكتر وأقعد عليه. التدرج يا عزيزي، عشان مش بنبقى بنشك. لا مش هنعمل كده، احنا عايزين استمرارية، والاستمرارية بتيجي بالتدرج. الحماس ده بيوقعنا كلنا، أقسم بالله بيوقعنا كلنا. تالت نوع من انواع الناس اللي بتستمر برضو حسب الاحصائيات، والله العظيم ما انا الاحصائيات بتقول ان تالت نوع هم الناس اللي بيستمتعوا وهم رايحين. طب انا هستمتع ازاي؟ انا كعاطف انا هستمتع ازاي في الجيم؟ تستمتع بقى، شوف حاجه بقى تستمتع بيها. يا اما بقى ايه الفايب اللي هناك عجبك، يا اما صاحبت على الكوتشات، يا اما بتحب لبس الجيم، ان نزلت جبت كميه طقمه حلوه فبتطقمي بقى تلبسي الالوان دي على الالوان دي حاجه مثلا بتنفع معايا انا. بيشغلوا اغاني حلوه. بص حسن الاسمر واقف وصاحبنا عمال يقع، ما هو اساسا ما عندوش اي حاجه عشان ما يقعش. تمام، اقعد يا عم. تمام. فنستمتع، نحاول ان احنا نريليت مشاعر بوزيتيف ومشاعر فيها انجويمنت لحاجه مش عجبانا، فده اللي يخلي عقلنا ايه يستمتع شويه بالفول اكسبيرينس. الناس اللي هناك ظراف، انا بحب الفايب، الكالتشر في الجيم ظريفه، الكوتشات بيضحكوا معايا بيهزروا معايا، عارفين مستوايا فبيركزوا معايا، فانا بحس بامبروفمنت شويه، ما اعرفش، انجويمنت، حاجه نريليت للموضوع. طيب انا دلوقتي لو هنسم اب، انا ليه ببطل؟ الناس بتبطل اول حاجه لان هما لما بنخش جامد جدا 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 مره واحده فجاه بنعمل اوفر تريننج، فالاوفر تريننج ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيرن اوت وممكن يعمل اصابات، فنتصاب فنقعد في البيت. ننسى بقى الفتره دي من حياتنا يعني ايه، نتخيل كده، نأسيوم ان هي ما حصلتش اصلا. طب تاني نوع اللي هما الناس اللي عندها توقعات expectations. انا عندي توقع ان انا اعرف اجري 5 كيلو بعد اسبوعين.
باشا انت بتنهج من اول كيلو اصلا. باشا احنا يعني احنا بعيد. فبدل ما انا ابقى انا الهدف بتاعي ان انا اجري كيلو من غير ما اقف، يبقى انا مثلا هدفي النهارده ان انا اجري اصلا. يعني انا النهارده مثلا ما بجريش خالص، فبدل ما انا احط انا عايز اجري ماراثون على اخر السنه، انت كده مش منطقي يا باشا. يعني كده كيمياء مخك مش منطقيه. الهدف ان انا مثلا انا ما بجريش بقى خالص، نفسي بيروح من الجري. فالمنطقيه هنا والتدرج ان انا ما بصش بقى للي بتجري 10 كيلو دي واللي دخلت عملت ماراثون 10 كيلو وجابت المركز الاول. مش منطقي، انا اصلا بنهج من اول كيلو. انسى، احاول، انا عارفه ان هو صعب، انسى خالص الناس اللي اسرع مني والاقوى مني واللي بيشيلوا احسن مني. ولو ما عرفتش انسى، افتكر ان هم في يوم من الايام كانوا في مكاني. ومش بس هم كانوا في مكاني، في ناس زي كتير جدا، بس يمكن انتي رحتي جيم فيه وحوش. فافتكري ان في العالم حوالينا، الكنبه اللي ورايا دي ممكن يبقى في حد قاعد مبتدئ عادي في نفس الحته اللي انت محشوره فيها. افتكر ان الشخص ده ابتدى بدمبل 2 كيلو. الشخص ده ابتدى يجري كيلو. فانا النهارده مثلا لو انا ما بجريش خالص وما عنديش النفس ان انا اجري، لو انا حطيت على نفسي هدف ان انا اجري 5 كيلو، انا كده بظلم نفسي. وممكن اجري فعلا 5 كيلو واعمل سبرنت جامد، بس يحصل لي اصابه ما اجريش تاني اليوم اللي بعد منه. انا استفدت، انا كعاطف استفدت ايه؟ فلا، حتى لو انا قادره اجري ال5 كيلو النهارده، ما اعملش كده. اجري كيلو، يبقى الهدف بتاعي ان انا بجري النهارده كيلو من غير ما اقف. ظبطنا الهدف ده، تشك. اجري 2 كيلو، الهدف بتاعي ان انا اجري ال2 كيلو من غير ما اقف. الهدف بتاعي دن. اجري 2 كيلو اسرع، دن. اجري 3 كيلو نون ستوب، اسرع، تمام. تدرج. انا هنا بقارن نفسي بمين؟ انا هنا بقارن نفسي بنور بتاعت امبارح، مش بقارن نفسي ببيج رامي اللي بيجري بقاله 10 سنين. صح؟ لما انا بقارن نفسي بالنور بتاعت امبارح اللي كانت بتجري كيلو وهي بتنهج، لنور النهارده اللي بتجري كيلو وهي تمام، يبقى نور كده برافو عليك، الله عليك يا فنانه، برافو عليك يا فنانه. انما لو نور النهارده زي بكره زي بعده وهي مش قادره تجري الكيلو، يبقى نور هي محتاجه يبقى في بروجرس. هو البروجرس هنا، البروجرس انا فيرسز انا امبارح، مش انا فيرسز فلان اللي بقاله 10 سنين بيتمرن. يبقى انا كده عقلي اخد شويه الدوبامين اللي محتاجهم، البروجرس اللي محتاجهم. بس انا بدل ما اقعد انا افيد نفسي بان انا محتاجه ان انا اقارن نفسي بطوب الارض والسماوات، انا كده ابقى كده بتظلم. انا بتظلم صراحه. تالت حاجه ان انا ما اعتمدش على الحماس. ليه؟ النقطه دي مهمه. بس كشخص انا بحب الحماس قوي بصراحه، بعزه. معلش يا جماعه، يعني انتوا مش غرب، فانا محتاجه ان انا اربع اكتر من كده. تمام؟ مش متخيله انا قاعده لابسه كده، اقسم بالله. لا، خلينا نشوف، انا اتفرج مع بعض مع كومنتات بقى. شكلك حلو يا جماعه، مش عايزه احس ان انا شكلي مش حلو. تمام؟ الحماس، انا شخص بحب الحماس قوي. ده اللي بيخليني ابتدي الحاجه اتحمس كده وبتاع، وده اللي بيخليني هوب دبل كيك ابقى انا عايزه اعمل الحاجه ويلا بينا وما اعرفش ايه. بس مشكلتي دايما في ان انا اكمل الحاجه، ان احنا نقفل الحاجه دي على سلام. ليه بقى انا بقع في الحته دي؟ نور بتقع في الحته دي، وكأي حد زيي عنده مشكله في الكونسيستنسي او عنده مشكله في الفولوينج ثرو او الديسيبلين. طبعا انتوا مش غرب، فانا بقول لكم على عيوبي عادي يا جماعه. مش بس عشان انا بقول لكم على ارتحت معاكم كده بقول لكم على عيوبي عادي، بس عشان انا في مني كتير قوي. فهقول لكم انا بفصفص الموضوع ازاي ما بيني وبين نفسي. انا تقبلت ان انا عندي مشكله في الايه، مش في الديسيبلين، في الفولوينج ثرو، ان انا اكمل الحاجه من غير حته الحماس. فبقيت بعمل ايه؟ حاجتين. بعيدا عن اني تقبلت نفسي اصلا في الموضوع ده وبطلت اليبلت از عيب، لان باي ذا واي انا من الاشخاص ان الزيرو تو 1 عندي فيري جود. يعني انا من الاشخاص اللي الحماس ممكن يخليني اعمل حاجات كرييتيف جدا جدا جدا. فانا عندي اكشلي سترينث، وديبند احنا بنبص من انهي حته. يعني الحماس ده ممكن يخليني انزل اشترك في الجيم،
ممكن جدا الحماس لو ما كانش جيب القوه دي كنتش عملت كده. فانا بقيت بعمل ايه بقى؟ بعمل حاجتين. اول حاجه ان انا بكيب ماي سيلف موتيفيتد بسمول ثينجز. فاكرين لما قلت لكم في اول الحلقه ان انا بكيب ماي سيلف موتيفيتد بان انا البس حلو، ان انا مثلا اجيب يعني العب كده في شكلي، ابقى انا مبسوطه، ده بيغير مودي، فبيديني ايه احساس كده ان انا ايه في حاجه مختلفه حاصله النهارده، فدماغي يبقى اكسايتد. بعمل ريليشن شيبس مع الناس، ببقى رايحه كده بخترع لعقلي اي حاجه تو جيت هوكت، اي حاجه تو ستي اكسايتد مختلفه. انا بجيت اكسايتد باي نوفلتي، اي حاجه جديده في البروسيس. يعني مثلا النهارده جيت الاستوديو برضو بس غيرت المكان، فدلوقتي انا اكسايتد، فبقيت بغير في المحيط، مش بعمل بقى هيوج تشينجز ولا هيوج ديسيجنز، بس عشان افولو ثرو ويساعدني في الديسيبلين بغير حاجات. يعني مثلا بقيت بهتم بشكلي، مثلا وانا نازله الجيم بروح اعمل بخلي الكوتش تشغلوا لي عمرو دياب مثلا واحنا بنلعب، بحاول اتعرف على الناس، بحاول اعمل ريليشن شيبس. this keeps me going. تاني حاجه بعملها ان انا بدخل الحاجه اللي مش عاجباني وسط حاجات انا متعوده اعملها. حاجه ممكن تكون unrelated بس هقول لكم. مثلا انا كان عندي مشكله في موضوع ان انا اخد الفيتامينز بتاعتي الصبح، فازاي ادخل عاده مش بحبها او مش متعوده عليها وسط يومي؟ فبقيت بدخلها وسط حاجه تانية انا بعملها بشكل مستمر. فانا مثلا بحط مثلا 2 سيرمز على وشي الصبح، فبقيت بحط السيرم الاولاني. انا بحب البروسس بتاعت ان انا بحط سكين كير الصبح، بحبها خلاص، عقلي بيحبها فبعملها من غير مجهود. فبحط السيرم الاولاني ومفروض ان انا استنى 5 minutes عشان احط السيرم التاني. اوكي، يوجوالي انا كنت بستراجل ان انا استنى ال5 minutes دول عشان بزهق ان هو احط الاولاني. طب انا واقفه في الحمام، ما انا احط التاني، لا، فاضطر ان انا اطلع بره عشان استنى شويه. فجت هنا بقى الموضوع ده على الطبطاب، فبقيت بطلع اخد الفيتامينز قبل ما احط السيرم التاني. فانا كده عملت ايه؟ I tricked my mind. عملت سندوتش ما بين حاجتين، حطيت حاجه انا مش بحبها، فدخلت العاده جوه يومي وبقت جوه يومي ريجاردلس بقى انا عقلي ايه، كاني ايه ضحكت على عقلي. فبعمل كده مع الجيم. بعمل ايه؟ خلاص انا دلوقتي لو انا سبت لنفسي حريه الاختيار مش هروح. مش هروح يا جماعه، خلاص انا مش هروح. بس مفيش حد عاقل يلاقي نفسه قاعد منتخ على الكنبه وبيشرب المشروب المفضل بتاعه ويقرر بكامل قواه العقليه ان هو يخش يلبس وينزل الجيم عشان يتمرمط. مفيش حد عاقل بيعمل كده. فازاي انا بعمل لنفسي كده؟ طبعا في ناس عاقلين طبعا، عشان خاطر الناس برضو اجانب الكوتشز اللي بيسمعوني ما يتضايقوش، انتوا عاقلين وفله اقسم بالله. انا اللي عندي مشكله. تمام. فبعمل ايه؟ عندي الكلاس بتاع 5:30 6:30 ده، وجيم الحمد لله يا رب تحت البيت الحمد لله. ودي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا، اللي هو انا مش شايله هم ان انا هسوق. انا ايه اللي ما كنتش بحبه؟ كنت بحب الفقره بتاعت ان انا اسوق، البس واسوق وانزل، اسوق واروح وكده اطلع من الجيم اسوق، والبروسس كلها هيكتك بالنسبه لي. ففكره ان الجيم تحت البيت دي وفرت عليا الموضوع ده جدا، فحشرتها وسط حاجه ايزي بالنسبه لي. تريك بنزل الجيم، تريك بطلع تاني، شكرا، انا كده ام سولد. بلبس حلو، بحس ان هي خروجه، بحس ان انا نازله واخده نفسي خروجه بغض النظر على اللي بيحصل فيها جوه الجيم. تمام، اوكي. فانا مش بعتمد على الحماس، بعتمد على الروتين. خلاص انا متعوده ان ذا باك اوف ماي مايند خلاص ان كل يوم 2 3 4 5 واتفر تنزل اليوم ده بيحصل، فده هيحصل. روتين مش ديسيجن، مفيش ديسيجن، فمش بدي لعقلي فرصه ان هو يفكر في اليوم ده. رابع حاجة عدم الاستمتاع. أنا لو بعمل حاجة very draining ليا ومش بستمتع، ورايح في جيم مش مبسوط فيه، بشوف ناس أنا أصلا مش بحب أشوفهم، وبشوف ناس بيضايقوني، ورايح المكان الفايب فيه مش حلوة، لو الاكسبيرينس مش ممتعة، ده طبعا هيساعد ان احنا ما نكملش. هنحاول على قد ما نقدر ان تبقى الاكسبيرينس ممتعة، ادور على جيم انا بحبه، ادور على حاجة. طب افرضوا اصلا
الجيم ده كل ما قعدت اجرب جيم في التاني في التالت برضو كل ده ما ظبطش. اعمل ايه؟ جربنا نلعب رياضه، ده بشكل عام رياضه بشكل عام. نجرب بقى الرياضات بقى في شكل السباحه، على الباسكت، على التنس، على نجرب بقى نجرب. احسن ناس فينا واكتر ناس محظوظين فينا استاذ حسن الاسمر ده. ليه بقى؟ مش عشان حسن الاسمر، انا مش عارفه ليه سميته حسن الاسمر. حسن الاسمر ده اساسا مغني، بس انا يعني تخيلت واحد اسمراني كده وتخين وماسك بار واسمه حسن، هنسميه حسن، هنمشي معانا في حسن الاسمر. ليه حسن الاسمر ده محظوظ يا جماعه؟ مش لانه بيشيل بار 100 كيلو، عشان بيعمل حاجه بيحبها، عشان بيعمل حاجه مبسوط وهو بيعملها. فلو عرفنا نبقى زي انكل حسن ولقينا حاجه بنتبسط واحنا بنعملها، ريجاردلس بقى الحاجه دي هتاخد مجهود قد ايه، هتلاقي نفسك مبسوط وانت رايح تعملها. لو بتحب تلعب بادل وانت بيطلع يعني كمية عرق وفرهضة والبادل معرفش بيعمل فيك ايه وكل، هتلاقي نفسك مبسوطة وانت رايحة تلعبي بادل، والاكسبيرينس نفسها مش مزعجة. لا، انت رايحة تعملي حاجة you enjoy yourself when you do it. الانجويمنت. عشان كده عشان نوصل لمرحلة الانجويمنت دي حاجة مش بتجيلنا فجأة، دي حاجة مش فجأة كده بنبقى قاعدين الالهام كده بينزل علينا بالانجويمنت. الانجويمنت دي حاجه بتيجي لما استاذ حسن ده جرب يلعب باسكت وما لقاش نفسه في الباسكت، جرب يعوم ما لقاش نفسه في العوم، جرب يلعب كره قدم ما لقاش نفسه، لقى نفسه في البار ده فقرر يكمل في البار. فضل يجرب لحد ما لقى نفسه هنا. فانت محتاج تعمل نفس الحاجه. مش معنى ان كل الناس اللي على السوشيال ميديا بيروحوا الجيم يبقى نروح الجيم زيهم. ممكن جدا تبقى انت بتحب السباحه، ممكن جدا نكمل في السباحه عادي، اتس فاين. وهنا هتيجي الانجويمنت، والانجويمنت هيخليك تعمل الحاجه وانت مش متضايق وانت بتعملها. من الحاجات برضو بقى الغريبه جدا هو ربط التمرين بالعقاب. دي من اكتر الحاجات اللي بتضايقني انا شخصيا بصراحه. جماعه الناس بقى ايه بيقول لك انا I earned this chocolate bar، اللي هو انا باكل دلوقتي بار شوكولاته، عايزه اكل شوكولاته فاكلت شوكولاته عشان انا استحقه، انا اتمرنت وانا استحق اكل. ايه ده بجد؟ ايه ده بجد؟ انا استحق كل حاجه حلوه في الدنيا، استحق اعمل كل حاجه حلوه في الدنيا. يعني ايه ان انا عشان اتمرنت فانا دلوقتي استحق اكل شوكولاته؟ انا استحق من غير ما اعمل اي حاجه يا جماعه. انا وجودي في الكوكب يأهلني ان انا اعمل اي حاجه اساسا. يعني ايه استحق؟ انا انزل من نفسي ليه يا جماعه؟ دي اهانه يا جماعه، اقسم بالله العظيم اهانه. او الناس اللي اكلت طبق مكرونه فبتعاقب نفسها بان هي تنزل تقعد على الروينج ماشين ساعه. انت which message are you giving to your brain؟ ايه المسج اللي انا بديها لعقلي لما انا انزل اروح الجيم عشان انا بعاقب جسمي انه دخل فيه طبق مكرونه؟ ولو ده ظبط معاك مره وظبط معاك مرتين ظبط معاك 14 مره، which message are you giving to yourself؟ ايه المسج اللي انا بديها لنفسي لما انا بعاقب نفسي على الاكل؟ ده هيبوظ علاقتي بالاكل يا هيبوظ علاقتي بالجيم. ف بليز بلاش نربط الحركه. طب جماعه ده هينقلني لنقطه مهمه جدا يا جماعه. انا علاقتي بالجيم ابتدت من 9 سنين تقريبا. 9 سنين انا علاقتي بالجيم دي كانت من اول ما انا امتى قررت اروح الجيم. قررت اروح الجيم عشان اخس زي ملايين من الناس والستات والرجاله. تخنت في الولاده والحمل، زدت 25 كيلو وقررت ان انا اروح اخسهم في الجيم. ف جربت كل حاجه ممكن بني ادم يجربها، وعملت كل حاجه ممكن بني ادم يعملها، وشفت كل الجيمات اللي ممكن تتخيلوا ان انا شفتهم، وجربت رياضات ومعرفش. أسوأ حاجة أنا حصلت معايا على مدار السنين دي كلها إن أنا أعاقب نفسي بالجيم. لا أنا مش هعمل كده. إن أنا أربط الجيم بحاجة، أربط الجيم بأكل، أربط الجيم بهروب من حياتي ومشاكل حياتي بتحصل، أربط الجيم أربط الجيم بأي حاجة، أربط الحركة بأي حاجة. أنا دي مع دي. لا، ده لوحده، الحركه لوحدها، الانجويمنت بتاع الجيم ده لوحده، ما ينفعش ان انا اربطه بحاجه.
find حاجة أنا الحاجة اللي ظبطت معايا هو إن أنا enhance my experience في الجيم. أصلا أحط في بالي إن أنا شخص كويس، أنا شخص صحتي كويسة، أنا مش رايحة الجيم عشان أخس، مش رايحة الجيم عشان أنا رايحة الجيم عشان جسمي يبقى أحسن، رايحة الجيم عشان خاطر أعرف أشيل ولادي وأنا بلعب معاهم، رايحة الجيم علشان أعرف أشيل الأكياس في السوبر ماركت، أعرف الجيم عشان أعرف أشيل نفسي لما أكبر، ما بتعبش لما أقوم من على الكنبة أقف على الأرض، ما أدخش لما أنزل أجيب حاجة من على الأرض. دي كلها حاجات very fair بصراحة. ويا سلام يا سلام لو دي كانت نيتنا واحنا بنتحرك. انا ايه اللي ساعدني؟ اللي ساعدني ان انا كنت بتدرج. انا دلوقتي الحمد لله ممكن اتمرن مثلا 4 أو 5 مرات في الاسبوع، وبشيل حديد والكلام ده كله، ومريت بكل الستيج بتاعت المقارنه بالناس، الستيجز بتاعت ان انا اقاس على نفسي جامد، وبطلت ورجعت وبطلت ورجعت وبطلت ورجعت، وجسمي كان تخين وخسيت وتخنت وخسيت وتخنت وخسيت وكل الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي ظبطت معايا ان انا افصل نهائي ما بين علاقتي بالاكل والجيم، وابقى فاهمه الكونسيبت اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه بتاع عجز السعرات ده، ان ده لو مش موجود انا مش بخس، خلاص انا مش بخس، ده ما ده it goes without saying. في الاخر هل انا لازم احب الجيم؟ او انا مش لازم احب الجيم، بس بليز يعني اديله فرصه يحبك، يعني اديله فرصه هو يحبك، اديله فرصه ان انت تبطل تحط عليه ليبلز الاكل، ليبلز اللي بكره نفسي، ليبلز ان انا جاي اهرب من مشاكلي، ليبلز ان انا تخين وفي شله، ليبلز ان انا عايز اعمل فورمه كفايه ليبلز. انا رايحه اتحرك، رايحه اتبسط بالحركه بس. وافتكر ان الناس اللي انت بتقارن نفسك بيهم، او الناس اللي انت بتقارن نفسك بيهم في الجيم، كل واحد فيهم عنده اسبابه. اللي رايح عشان يخس، اللي رايح عشان يهرب من علاقة فاشلة، اللي رايح عشان عنده حاجات مش منطقية. just focus on yourself، ركزي مع نفسك وقارني الفيرجن اللي فاتت بالفيرجن الحالية. هنا البروجرس هيحصل، لان احنا أسوأ حاجة ممكن نعملها ان احنا نقارن نفسنا بالناس، لا احنا في نفس الليفل بتاعهم، ولا احنا بنفس الستيجز بتاعتهم في الفيتنس جيرني بتاعتهم، ولا ينفع اصلا ان احنا نقارن نفسنا بحد، لسبب بسيط جدا، هو ان احنا ما نعرفش البني ادم اللي قدامنا انف، ولا هو مر بايه، ولا حياته كان فيها ايه عشان نقارن نفسنا بيه. not logic اصلا. ومش لازم نبقى بيرفكت، الله يرضى عليكم بجد، مش لازم نبقى بيرفكت في اي حاجه، عادي نبطل نرجع، نبطل نرجع، طالما بنرجع 100 فل أو 10. تمام اشوفكم الحلقه الجايه.